هتكلم معاكم النهارده لو انا اكتشفت ان ابني او بنتي بيتفرجوا على افلام اباحيه، ايه اللي اعمله؟ ايه الاجراء اخده معاهم مع عيالي لو عرفت ان هم بيتفرجوا على الافلام دي؟ بصوا، مبدئيا انا هقول لكم ايه اول حاجه، ايه اضرار ان انا اكون بتفرج على افلام اباحيه. جسمي بيفرز مع الافلام دي حاجه اسمها الدوبامين، اثاره جامده جدا بيفرزها بكميه رهيبه جدا، بتتفرز في المخ، فبتأثر جدا على الجبهة الأمامية من المخ. الجبهة الأمامية دي هي اللي بتكون مسؤولة عن كل القرارات، عن كل إرادة، لو أنا عندي إرادة، كل قرارات حكيمة، كل قرار فيه منطق، كل قرار فيه عقل، كل قرار فيه مسؤولية. كل الجزء ده هو الجزء الأمامي اللي من الجبهة الأمامية، ده اللي بيكون الحتة في المخ المسؤولة عن كل القرارات. فافراز الدوبامين بشكل رهيب جدا بيكون بيأثر على الجزء ده، فعشان كده نلاقي كمية الناس اللي عندها ادمانات وادمان اباحية او اي ادمان، هو عارف الاضرار اللي وقع عليه، عارف قد ايه مأثرة على بيته، قد ايه مأثرة على مذاكرته، قد ايه مأثرة عليه، لكن رغم كده هو مش عندي إرادة، مش قادر ان هو يكون بيبطل يعمل السلوك الادماني ده. في الحالات الكبيره، يعني في الحالات يعني هو تشخيص الادمان ليه معايير معينه انا بمشي عليها، انا بقدر من خلالها اقول ده مدمن ولا لا. برضو ادمان الاباحيه في كذا مستوى، هو واقف انهي مستوى؟ هل هو واقف مرايه بيتفرج فيديو خلاص، ولا ده كل يوم، ولا ده كام مره في الاسبوع؟ في مستويات كتيره للادمان. فانا لو انا ابني او اي حد هو كان ويصل لمستويات عاليه، ده في الاغلب هيكون محتاج يعني متخصص او ثيرابي او علاج، سواء دكتور نفسي او علاج حد متخصص في علاج الادمان، اللي بيكون بيمشيه على برامج علاجيه بتساعده. يعني زي مثلا انا لو عندي زوري واجعني، ممكن اخد لي شويه حاجات تساعدني في زوري، لكن انا لو واصل التهاب رئوي انا محتاجه اروح للدكتور، محتاجه اشوف حاجه بتكون بتساعدني. ليه؟ ان في برامج انا بمشي عليها بتكون بتساعدني اكون اتعافى منها. مش حاجه سهله التعافي من ادمان الاباحيه، بس هي ممكنه وكتير جدا اتعافوا منها. يعني التعافي موجود وكتير قوي مشوا السكه وتعافوا من ادمان. طبعا الاباحيه بتاثر جدا على المعتقدات الموجوده جوه الشاب او جوه الشخص. يعني المعتقد مثلا بيقول هو ده المفروض يكون على الجنس، ان المراه تستمتع بالعنف، ان الرجوله بتكون بالطريقه دي، ان الجنس او حاجه للبيع، ان الست ده عباره عن شيء او حاجه بستخدمها. الستات عموما او الاناث عموما بشيء البشر، بشيئهم كأنها حاجة أنا بستخدمها بس لمتعتي. طبعا في النص بتروج لأفكار ومعتقدات إن نو جاد، لا إله، وعبدة الشيطان. فهنلاقي كده حاجات كده بتدخل جدا في المعتقد الراسخ بتاع العقل بتاع الشاب او بتاع الانسان نفسه، وان الجواز دي حاجه مقيده جدا. ليه اتجوز؟ ليه ارتبط؟ فانا استمتع بحياتي جدا من ورا الشاشه بالطريقه دي. ومن مشاكلها هنلاقي عند الاولاد في المستوى البعيد، او يعني بعد كده في مشاكل في الانتصاب، برضه مشاكل في سرعه القذف. هنلاقي الشباب عندهم حاجه اسمها رهاب اجتماعي، ما عنديش ثقه بنفسي، دايما انا قاعد ورا الشاشه، فانا فكره العلاقات الاجتماعيه دي قليله جدا، انا ما عنديش علاقات او مش بعرف اعمل علاقات اجتماعيه، لكن بس انا قاعد ورا الشاشه، فعندي رهاب اجتماعي، واني اعمل علاقات حقيقيه ده بالنسبه لي او ده صعب جدا. كمان الاباحيه بتحقر جدا من صوره المراه، بتخليها بس فقط شيء لاستمتاع الرجل. كمان من مشاكل الادمان الاباحيه، انا زي ما قلت، انا لما بتفرج على حاجات مثيره الجسم نفسه بيفرز حاجه اسمها الدوبامين. الدوبامين ده انا جسمي بيتعود عليه، انا عايزه كل شويه كميه الدوبامين دي اللي بتظهر لي، فانا اتفرج اكتر. لما اتفرج اكتر مع الوقت بقيت انا مش بستمتع، انا عايز اثاره اكتر، فاتفرج على فيديوهات اكتر. فبكل شويه بزود من كميه الفيديوهات او بزود من انواع الفيديوهات. يعني هو ده تحسه يعني عالم جدا، عالم مليان جدا. طبعا في انتاج، في ناس كتير بتاخد ملايين من وراء الفيديوهات دي،
فبس الفكره انا بوعي الشاب او ده ان ده تمثيل، ده كله تمثيل، دي ناس بس بتاخد فلوس، يعني ده كلها دي حاجات مش حقيقيه. فبرضو من ادوار ان انا اكون كأب او كأم اوعي الطفل على حسب او الشاب على حسب سنه، بكون بديه توعيه جنسيه، الكلام يعني بكلام علمي بطريقه صح. فكره عدم التوعيه وعدم كلامنا مع اولادنا بيخليهم عندهم فضول رهيب. فانا عندي فضول جامد، فاعمل ايه؟ ادخل على النت اخد كل حاجه غلط، كل زباله، كل قيم غلط، كل حاجه غلط. فانا لو اكتشفت كده انا محتاجه اكون بدي ابني او بنتي على حسب سنهم بكلام مناسب ليهم، كلام علمي. انا عمر ما كان المعرفه، عمر ما كان التوعيه ليها اثر سلبي، بالعكس. فانا لو هتجيني اعلان او اي حاجه انا عارف ده تمثيل، انا عارف ده زباله. فاول خطوه ان اوعى بالمشكله، تكون عندي وعي باضرار الاباحيه واللي بتعمله في حياتي واللي بتعمله في عقلي واللي بتدمره في حياتي، سواء في مخي او جسمي او في العلاقات عموما. فاكون عندي وعي بالاضرار بتاعه اللي انا بعمله، بالسلوك اللي انا بعمله. تاني حاجه محتاجه اوقف اي فيديو، اي صور، اي بحث، اي حاجات محتاجه احط على موبايلي او على اللاب او اي حاجه بتفرج عليها مواقع حجب، مواقع كتير حجب. فاكون بوعي بفكره الذكاء الاصطناعي. انا بس لو وقفت ثواني عند اي صوره، عند اي فيديو، الذكاء الاصطناعي هيكتر جدا جدا من يجيب لي فيديوهات او صور. فانا اعمل حجب، اعمل ما اشوفش. لو انا عندي على موبايلي فيديوهات انا محملها ادلتها، امسحها. محتاجه في السكه التعافي يكون معايا شخص انا بشاركه، شخص امين، شخص بيدعمني. فحتى لو انتكست، حتى لو شفت حاجه اكون برجع واقول له ويحاسبني، زي محاسبه امينه، محاسبه محبه، يكون واقف. ففكره ان انا مثلا شفت فيديو فهروح هقول له انا شفت فيديو، فالفكره دي بتخليني لا، انا لو شفت حاجه هروح اقول له، فهبقى عامل حساب ان انا هروح اعترف للشخص ده. وجود شخص بيحاسبني ده بيساعدني ان انا اكون بتعافى. لازم نعرف كاولياء امور او كاباء ان فكره الانتكاسه دي حاجه مقبوله جدا، يعني وارده جدا جدا. اكون انا ماشيه في السكه وبنتكس في النص، عادي، بقوم انفض نفسي وابتدي من تاني، مفيش اي مشكله خالص. فمش اخر المطاف ان انا بنتكس. كمان محتاجه اجيب ورقه وقلم اكتب 30 سبب انا عشانهم انا عايزه اوقف الفيديوهات دي. الفيديوهات دي مسببه لي ايه الاضرار اللي عاملاها عليا الفيديوهات دي. امسك ورقه وقلم واكتب معايا لغايه 30 سبب، افكر ايه الاضرار اللي السلوك ده مسببها لي. امسك ورقه وقلم، ما اعتمدش على كلام بس، لا، انا همسك ورقه وقلم عشان هقراهم كل شويه، انا هقراهم لنفسي، عشان لما انا افكر اشوف فيديو همسك الورقه دي واقراها لنفسي. والورقه دي لو انا مثلا في اوضه وحدي محتاجه ممكن اعلقها على المرايه، اعلقها على الدولاب، تبقى قدامي في كل حته. يا ريت لو انا لا انا مش عايز حد يعرف، ممكن احطها على الموبايل بس كل شويه تكون قريبه ليا ان انا اقراها. خطوه كمان تانية بتساعدني، انا محتاجه افكر انا بعد 10 سنين انا لو استمريت بهذا المنوال، بهذه الشكل، بهذه الطريقه والسلوك اللي انا بستخدمه، هيكون حياتي ازاي؟ هيكون شكل مستقبلي ازاي؟ دراستي هتكون ازاي؟ شغلي هيكون ازاي؟ اسرتي لو انا متجوز، علاقتي مع مراتي هتكون شكلها ازاي؟ علاقتي باولادي. افكر من كل النواحي، سواء في العلاقات الاجتماعيه، في الدراسه، في الشغل. انا لو استمريت بالطريقه دي انا شكل حياتي هيكون ازاي؟ وبرده بنفس الطريقه انا هقول لو انا وقفت دلوقتي اللي انا بعمله وتعافيت جدا، انا بعد 10 سنين هيكون شكل دراستي ازاي؟ هكون نجحت ازاي؟ هيكون شكل نجاحاتي في شغلي ازاي؟ هيكون في العلاقات شكلها ازاي؟ فاكون بحط كاني بحط حلم. انا وقت ما هتعافى انا حلمي وحياتي هيكون شكلها ازاي؟ اقعد افكر كتير جدا، فكأن الحلم ده والحافز دي وشكل صورتي بعد ما انا تعافيت كأنها حافز
بتكون بتشجعني ان انا اوصل للحلم ده، للشكل ده. تيجي اكون واعيه وعندي وعي انا امتى اكتر وقت انا بدخل فيه على المواقع دي او بتفرج على كده. هل لما اكون حاسه بملل؟ هل لما اكون حاسه بمشاكل وضغطه في سواء في المذاكره او في الشغل؟ هل لما اكون حاسس بتعب وارهاق؟ ايه اكتر اوقات انا بحس نفسي انا اكتر اوقات انا وقتها انا بقول انا همسك الموبايل او انا هتفرج؟ فاكون عندي وعي ايه اكتر اوقات انا بتكون عندي يعني عندي جامد عايزه اتفرج، عايزه ادخل واتفرج امتى. فانا لما بيكون عندي الوعي ده انا عارف ان انا مرهقه جدا، انا محبطه، انا متضايقه، انا مخنوق، فانا ممكن اعمل حاجات اطلع فيها خنقتي، اطلع فيها ضيقتي، الضيقه بتاعتي. ما ادخلش اوضتي واقفل على نفسي وامسك الموبايل او ابعد وامسك الموبايل. يبقى انا عندي وعي باللي انا بمر بيه وايه اكتر اوقات انا وقتها انا بتفرج على الحاجات دي. وكمان انا في المرحله دي انا كل ما حتى هفتكر فيديوهات انا اتفرجت عليها، مشاهد انا اتفرجت عليها متسجله في عقلي وصور داخله في اللاوعي، انا بوقف حتى الصور والخيالات، كل الحاجات دي. اول ما هوعى انا بتفرج، انا بتخيل حاجات، انا هوقف. لما بوقف ممكن بعمل تمارين تنفس، اقعد اخد شهيق جامد جوه بطني واكتمه 4-5 عدات. يعني اخد كده شهيق جدا واكتمه 1 2 اعد كده 4 عدات واطلعه بالراحه جدا جدا من بقي. اقف على الارض واقلع الشبشب او الجزمه اللي انا ماسكها واحس انا هنا دلوقتي، انا كاني بحس باللي حواليا، انا مش مغيب. بهدي نفسي كده بكذا طريقه، بتنفس، اطلع زي ما قلت بره الاوضه، اتحرك، اهدي نفسي جدا واوعى انا هنا ودلوقتي، انا بعيد عن الحته اللي انا عايزه ادخل فيها. اوقف نفسي باي شكل بالطريقه دي وبالسكه دي. انا حتى لو فشلت مره، لو انتكست، انا هقبل فشلي، هقبل انتكاستي، فانا مش هيأس، مش هخلي اليأس يدخل حياتي، انا هستمر. ففكره ان انا مستمر، انا بتعافى، دي حاجه كبيره جدا. فحتى لو في النص انتكست او فشلت او حسيت نفسي وقعت، مش مشكله خالص، انا ماشي في سكه تعافي، ماشيه في السكه دي. ودايما بفكر انا ليه عايزه اتعافى، انا ليه عايزه ابطل الحاجه دي. ممكن اكتبها كمان في ورقه، انا ليه عايزه اعمل كده، انا ليه عايزه ابطل. فدايما انا الصوره، الحلم بتاعي انا عايزه اكونه دايما قدامي. ووجود شخص بيساعدني امشي في سكه التعافي قد ايه بيساعد جدا جدا. زي ما قلت في برامج كتيره بتكون بنمشيها مع الناس اللي بتعافوا او ماشيين السكه دي. البرامج دي كمان بتساعد جدا جدا. بص، سكه التعافي سكه مش سهله، بس حقيقي تستاهل اكون بعافر فيها وامشي فيها. انا حاولت اكون بودي حاجات بسيطه جدا تكون بتساعدنا. يا رب يكون اي حد استفاد باي معلومه حتى لو صغيره، وبدعي لكل حد يكون ماشي السكه دي. يا رب التعافي يكون العمر كله وتمشوا سكه فيها انتوا ماشيين للصوره اللي انتوا عايزينها، وتكونوا بتحققوا الحلم اللي انتوا عايزينه والصوره اللي انتوا نفسكم تكونوا فيها. وقد ايه فكره الدعاء، ان انا طول الوقت في سكه التعافي انا بدعي ربنا يا رب اديني القوه، اديني القوه النهارده ان اكون قويه، النهارده اديني القوه النهارده ان انا اكون افضل واحسن. فالدعاء قد ايه بيكون بيساعد جدا في سكه التعافي. ولو عندكم اي اسئله استفسارات ممكن تسيبوها لي في الكومنتات وانا هكون برجع لكم فيها. ولو وصلتوا لغايه هنا واستفدتوا اي معلومه اعملوا لايك للفيديو عشان يترفع واتشاف اكتر، واشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.